اللي فوق خطيبتي اشتريته من العمارة. عفاريت العمارة، روش عفاريت العمارة حبيبي يا اخوي. عودة النوش والمشنحنات والطبخ. بوم بتاع مشاكل لايك فولو، ويلا بينا نبدأ فرحة كروان. مات متخذها الغراب أو العصفور، وطار فرحة لم تكمل لكروان مشاكل، وكان نفسه يفرح الناس زي ما هو فرحان. عزم الكل وكل الفنانين، وللأسف اللي حصل كان شديد عليه وجاب له صدمه. ده صدم مش عارف يصدقها. الأول كان طالع خلال الفترة الأخيرة زي ما انتم عارفين، وعزم الكل وكل الفنانين والفنانات، وجاءت الليلة الموعودة بالأمس، ولكن فرحته قلبت بعزن ومش عارف يمسك أعصابة الموضوع. بدأ بأنه جاب خطيبته من الكوافير وراح يجيب لها آيفون 17 برو إكس فاكس الجديد، وراح عادي برق عصفور وراح حضنها قدام الناس زي عمره وسلمى، وكان فاكر إن حياته دخلت في العسل الهانيمون، بس اتفاجأ بهاني بوتر وحياته انقلبت جحيم بعد ما عزم الكل وكله جت الفرح انكسر على دماغه، والعربية باظت ودخلوا بوظوا الفرح والجوازة، باظت الجوازة باظت، وبعد ما العربية ما اتحرقت إخوة اغمى عليه وابن عمه وهو وقع مسورق، وكله هرب وسابه ومتبقاش غير سشوار، شعره اللواجب جنبه وكله مشي حتى الأكس بتاعه وكل الإكسات، وطلع بعدها في اللايف وقعد يصرخ ويقول فلوسي راحت وعربيته وتليفوناتي وبنطلوناته وشكل العروسه وشايل عروسه كمان راحوا. بصراحة الناس انقسمت من شمتانين، زل حرقوا له العربية وطلعوا يضحكوا، وبين اللي تعاطف معاه عائل وشعبان ورمضان ورجب سبوة، وهو دلوقتي جاب العيد خلال الساعات الماضية. هو تورطه في عدة قضايا قانونية متكررة تتعلق بمخالفة القوانين المصرية على الإنترنت وخارجها، وأبرزها الأسباب الرئيسية للقبض عليه نشر محتوى خادش للحياء العام. تم القبض عليه بسبب نشره فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت عبارات وتلميحات خادشة للحياء العام، مما أثار جدلا واسعا وبلاغات ضده، نشر أخبار كاذبة والترويج لمعلومات مضللة، وجهت له اتهامات بنشر أخبار غير صحيحة شائعات على حساباته، وهو ما اعتبرته الجهات القضائية إساءة لاستخدام منصات التواصل السب والقذف ضد شخصيات عامة. أحد أهم القضايا التي أثرت في أمر القبض عليه كانت اتهامه بسب وقذف الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر الإنترنت، وحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة مالية. منعه من السفر واحتجازه في المطار أثناء محاولته السفر إلى قطر، تم توقيفه في المطار بعد أن تبين أنه ممنوع من السفر بسبب القضايا المرفوعة ضده وأحكام سابقة. حالة القضايا القضائية. القضايا بحق كروان مشاكل لم تكن قضية واحدة فقط، بل عدة قضايا متراكمة أمام النيابة والمحاكم بسبب محتوى حساباته وتصرفاته، مما أدى إلى توقيفه واحتجازه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. قول رايك متعاطف ولا شمتان؟ قول رايك في بصراحة لايك فولو لنستمر في تقديم الحصري والأفضل لحضرتكم. بشكل مفاجئ. في حاجة تانية فرحت يا جماعة، ابعدوا ابعد 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 ابعد.
يعني في حاجه اعتقد ده الجواز اللي فرح صح؟ فرح سامة امي اتبهدلت، اخواتي اتبهدلت، ما بقتش عارف اعمل ايه. انا اتدمرت، انا خلاص اتدمرت. يا رب تكونوا مبسوطين، يا رب انتوا بس تكونوا فرحانين. هيتجوز في اسبوع، هيعمل في اسبوع، ادي اللي حصل. استني كل وقت اللي كره وبيتي اتخرب، بيتي اتخرب، انا بيتي اتخرب، انا ما عادش حيلت حاجه، تليفونات ولعت كلها، تليفون التليفونات كلها ولعت، تليفوناتنا ولعت، عربية اللي حيلتي اللي عكاسي عربيتي ولعت، عربيتي ولعت، فرحي وما احترتوش. عاوزين مني ايه؟ انا اتدمرت خلاص، انا اتدمرت، ولا حضرت فرح ولا كتبت كتابي ولا عملت اي حاجه. خلاص اتدمرت. عربيتي والكاس اللي ما معيش غيرها ولعت، القاعه خربت، كل حاجه خربت، كل حاجه اتحدت. فرحي باظ وعربيتي ولعت وملحقتش. يا رب تكونوا مبسوطين. مش هتحنى بأي حاجة وتليفوناتنا كلها طاعت واتبهدلت. مفيش عند العيد الجديد. مش ممكن الراجل ده ما بيكبرش ابدا، ده شاف اصغر مننا. ده هيولع المعموره السنه دي، هيولع. قال انا عشان بيعملوا حوادث مش هنزل من البيت تاني. لا انا عايزه اقول للكرام مشاكل، طبعا انا بحترمه واخويا كبير. دي حاجه بتاعت ربنا، اللي ربنا كاتبه لك هتشوفه. تقول له انزل يا كرام. انزل من بيتك، لف. الف سلامه على انا شايفاه لسه خلاص انا اتدمرت امبارح. يعني لما يكون واحد ممسوك اداب ومعمول له قضيه اداب ويقعد يعمل فينا كل ده واحنا نسكت.
ولا ساكتين؟ انا مش عارف اخد خطوه ازاي مع الناس دي. انا مش عارف، يعني انا خايف اخد خطوه توديني ده يروح اما اعمل له ايه، مش عارف اقول ايه، ولا ابني يجي يضربه ولا يعمل له حاجه ويحصل له اي حاجه. يا جماعة انتوا مش ملاحظين ان العدد كان كبير قوي، ما يقاس ب 30-40 ألف واحد؟ او احبس عيل من عيالي ليه؟ فانا سلمت الموضوع لربنا. و25 نفر. الناس دي جايه، يعني مش كلها جايه لنا، الناس دي جايه من كل حته في مصر. ووزاره الداخليه. انا عصبت الاستاذ محمد عادل امام، الناس كلها ولعت في العربيه. وبص انا بقيت على الصفر. انا اتمنى ان انت تجيب لي عربيه غير عربيتي، وفرح اللي باظ وكل حاجه باظت. ازاي بس؟ ما انا هقول لك هو ده اللي انا طالبه منك. مش سالتني عشان السؤال. انا اجاوب بقى سيادتك. طب اجاوب سيادتك. لولا عزمت حضرتك يا استاذ محمد اقسم بالله فانا حرام يعني. الحمد لله. كل ما اجي اقف على حيلي حبه ارجع تاني. ليه يا جماعه كده؟ لا، ولما الاخ يقول، لما حد يقول له ويقول لاخوه ما يجيش، يبقى برضه ايه؟ ها؟ كده يا محمد. الحمد لله. جدع بيكم انتوا يا اخواتي والله. شدوا يا شباب. على العموم الوقت اللي سرب مكان فرحي وخربني الدنيا، اقسم بالله انا احبسك قسما بكلالة الله، لاحبسك على اللي انت عملته، على بيتي اللي اتخرب، على عربيتي اللي ولعت ومفيش برضه حد بيقول لاخوه ما قسما تجيش بالله لاحبسك. ولا ايه؟ Stop it. Get some help. انا عاوزكم كلكم تتساووا. بحسب تصريحات وزارة الداخلية المصرية والتحقيقات الرسمية في واقعة حفل زفاف صانع المحتوى المعروف باسم كروان مشاكل اللي اتشهرت فيديوهاته على السوشيال ميديا مؤخراً، السيارة اللي ولعت كانت ملك شقيق كروان مشاكل، وليس بسبب أشخاص مجهولين من الجمهور أو ناس خارجيين كما تداول البعض. تفاصيل ما حدث أثناء حفل الزفاف: كان شقيق كروان مشاكل في السيارة مع صديقه. الصديق هو اللي أشعل قطعة الألعاب النارية داخل السيارة. الشرر اللي طلع من الألعاب النارية تسبب في اشتعال السيارة. اللي حصل بعد الواقع تم ضبط شقيق كروان المشاكل صاحب العربية، وكذلك صديقه اللي أشعل الألعاب النارية. النيابة العامة تباشر التحقيق معهم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. يعني باختصار السيارة ما تحرقت بسبب ناس مجهولين أو جمهور في الزفاف، لكنها تشمعت لأن صديقه داخلها أشعل الألعاب النارية. باختصار كل المقبوض عليهم حسب بيان وزارة الداخلية المصرية والتحقيقات الرسمية حول أحداث حفل زفاف كروان مشاكل والحريق اللي ظهر في الفيديوهات. لم يتم القبض على كروان مشاكل نفسه. بيان الداخلية أكد أنه ما تقبضش عليه بعد الفرح. الجهات الأمنية قبضت على 17 شخص بشكل عام في الواقعة، منهم 12 شخص بتهم إحداث تلفيات في القاعة والتحرش بالفتيات أثناء الفرح. 4 من ملاك القاعة لأنهم كانوا بيديروها من غير ترخيص. صديق شقيق كروان مشاكل اللي اتهم بإشعال الألعاب النارية اللي أدت لاحتراق السيارة. شقيق كروان المشاكل نفسه اتضبط كمان في سياق التحقيق لأنه صاحب العربية اللي اتحرقت. يعني باختصار اتقبض على أشخاص اتسببوا في التلفيات والتحرش في الفرح. اتقبض على شقيقه وصديقه المتورطين في إشعال الألعاب النارية اللي أدت لحرق السيارة. وزارة الداخلية أكدت رسميا إنهم ما قبضوش على كروان مشاكل بعد أحداث الفرح رغم انتشار الإشاعات على السوشيال
ميديا. الأجهزة الأمنية قبضت على أشخاص آخرين فقط زي شقيقه وصديقه وملاك القاعة والمتسببين في الشغب، وكروان نفسه لم يتم توقيفه حتى الآن. كروان مشاكل ظهر في لايف مباشر بعد الفرح وهو بيتكلم عن اللي حصل ويقول إن الفرح باظ فشل وإن العربية بتاعته اتحرقت وهاتفه اتسرق وسط الزحمة. في فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا بيظهر كروان وهو منهار ويبكي بعد ما الفرح ما تمشي بشكل صحيح، وبعض الفيديوهات بتقول إن العروسة رجعت بيت أهلها بعد الفوضى. على السوشيال ميديا في تضارب في الروايات، بعض الحسابات غير الرسمية بتقول إن كروان اتقبض عليه وبعدها اتطلق. دي معلومات غير مؤكدة رسميا، لكن المصادر الرسمية حتى اللحظة بتقول إن القبض كان على المتورطين في الشغب فقط وليس على كروان نفسه. الفوضى ما زالت حديث الناس على الإنترنت، والناس بتشارك فيديوهات من الفرح اللي كان مليان تدافع وتزاحم، وبعضهم بيقول إن الفيديوهات أثارت ردود فعل قوية على السوشيال ميديا. ما تنسوش لايك وسبسكرايب لكل